السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبده عبد الله في كل مكان. تحياتي لحضراتكم. انا هف عليا صيد الريم، وعلشان تبقى الامور واضحة قدام حضراتكم، الحاجة الوحيدة اللي بتاكل اليومين دول هي الريمة. بالليل في بعض التعبان بيطلع، ولكن الصيد الاساسي في المرحلة ديت او في الوقت ده من السنة هو الصيد بالريمة. صيد الريمة طبعا احنا شرحنا العدة قبل كده واتكلمنا على كل حاجة تفصيليا عن صيد الريمة، ولكن في الوقت ده يا جماعه من السنه الريمه بتاكل في الاماكن، في الميات اللي هي مش عميقه، الميات اللي هي قريبه من الميه بتاعتها شويه، اشعه الشمس بتاثر فيها تدفيها. فعلشان كده احنا بنطلعوا للميات اللي هي ما بتبقاش عميقه قوي اليومين دول بالريمه. تقريبا 60% من مصارف الصرف مش الترع بتاكل بالريمه اليومين دول. عشان حضرتك تطلع تصطاد بريمه في حاجات انا هقولها مش دعايه، انا هقولها بما يرضي الله علشان اصدقائي اللي على القناه يبقى يعرف ازاي يطلع يصطاد بريمه، وكل حاجه تطلع تعجبني اتكلم عليها. البوص ده يا جماعه، البوصه دي شومانو. البوص ده في منه استعمال عند الاستاذ ميسره، ابتداء من 150 جنيه حسب اطواله، يبدا من 290 سم لو انت 240 سم وانت ماشي بوص ياباني عند الاستاذ ميسره. انا ما بقولش كده دعايه والله، ولكن بقول كده الحاجه اللي تعجبني بتكلم عليها. طيب صيد الريمه صيد فر وكر وجري على المصارف يعني صيد الريمه عايز مشي، الا لو قعدت في دور وحضر معاك فبتقضي طول النهار عليه. العده المستخدمه بوصه رقعه، البوص الجديد ده بوصه تكون خفيفه يا جماعه، وزنها خفيف لان العود في ايدك طول النهار. تمام. الغماز يتظبط بحيث انه يتحط في الميه زي ما هحطه دلوقتي، ما يبقاش باين منه الا الفراشه بس، علشان السمكه بمجرد ما تشد يروح معاها. لو شدت والغماز مش مظبوط بتروح شده وسايبه بتقلق، انما الغماز مظبوط بروح ضحك عليه رايح معاه. طيب تظبط الغماز، انا عامل الغماز ده برصاصه. طبعا كل غماز تقديريا احنا بنجيب له رصاصته، ولكن ساعات بتيجي الرصاصه كبيره شويه فحضرتك بتاكل منها بالكتر. انا عايزها تبقى كده كده باينه في الشمس كده، انا عايزها تبقى كده اهو، الغماز يبقى كده اهو ماشي، مش باين منه الا الفراشه، بحيث ان اي سمكه تشد تروح اخر. السنارتين المستعملين يا جماعه المستخدمين لصيد بالريمه سنار يبدا من 9 8 9 10 11 زي ما حضرتك نازل، بس انا بصطاد على طول. كنت قلت لحضراتكم قبل كده بالتسعه المستاد، السناره التسعه المستاد. تمام. الريمه في ميات بيبقى فيها هدرات انزل عليها بالريمه الهدرات، الريمه المتشعبه. ميه بيبقى فيها ريمه خيوط انزل عليها بالريمه الخيوط اللي هي زي دي، متوفره في اغلب الميات. ولو حضرتك ما لقيتهاش في عند عم سعد العنتبلي في دمنهور متخصص في بيع الريمه. تمام يا جماعه. تمام. تطعيمه الريمه بتاخد عود ريمه كده، عود رفيع كده، تروح لفه على السناره من قدام كده، ولفف لفتين على الدقن من ورا، وراجع لفف لفه قدام وتظبط. طبعا لو حضرتك نازل على سمك سيلفر وبن وحاجات اعمل حاجه هي تطعيمه اكبر من دي، احنا بنقول عليها اشناب. ادعوا لنا يا جماعه ونهاركم زي العسل. اطول كده شويه. هي بتغمس في الحته دي. يلا يا زغلول، يلا يا زغلول، يلا 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 في بشرى سارة للصيادين. في حركة تطهير جاية من صارة الصرف يا جماعة هتشتغل دلوقتي، وميزة حركة التطهير اليومين دول إنها جاية في وقت اللي هو ما فيهوش تكاثر السمك. الفترة اللي جاية يا جماعة كل الصيادين تجهز للريمة. المكان ده فيه وعر قطع القرمة الوش يعني رمال السنارتين قطعها، فاحنا هننزل تحت هنكمل هناك
عند السلخانه المكان هناك فرصتي ان انا ناخد سمك اكتر. هو فيديو الريمه شقه يا جماعه ولف وكده. اتفضل يا ولد. شطور. ايه ثاني سمكة وشكلوا عليه ليه؟ ماشي يا عم عبد يا عم عمر. ايه دي؟ ايه دي؟ سمكة اسمها لام السمكة ايه؟ والله هي بتطير. لا بتطير. عينها حمراء. ماشي. عينها زرقاء ولا حاجة. لازم ايوه بتتعلم مش ولاحة قناص. يلا يا معلم. ها؟ دور يا صلي على النبي صلي. صلي على النبي صلي. صلي على النبي على صلي. يلا. اوعى يا عم المسعد اتكسر. اديله على ودانه. كبيرة دي. ايه رايك يا بنت يا شمس؟ شلطومه دي. ده رزقك حلو. والله انت رزقك حلو كده ليه؟ وبتصيد سمك. عليك يا ابو عبده. عليك يا ابو عبده شراطين بالريمه ايه؟ طلع على خشم ولا؟ راح جناص. محمد يا لا نور عم ناصر. محمد. نزود البراد ده ميه يا ابو احمد. لا شغال بيغلى اهوت بس الميه اللي فيه دي مش ياما. ده شراب. يا رب. سوداني كمان يا محمود. ايوه يا عم امال ايه؟ السمك ده عايز التسالي. عايز الواحد يبقى قاعد كده يتسلى. هي ميزة السمك فيها يا استاذ رضا. كوباية الشاي القعدة. انما عشان الواحد يطلع اليومين دولت ويستنى ياخد له 7-8 كيلو والكلام ده. انسي. هم الخمس 6 سمكات تحوش العشوة على مرتين. منور عم عصام. منور عم مصطفى. طبعا بقالنا فترة ما شفناش الناس الحلوة دي. حبيبي الراجل غريب ده المرة اللي ابو شاي مع حاج مصطفى طويله. علي ضرب بياضه بالريمه. يعني بتبقى اكل البياض في الريمه بيبقى يعني نادرا بس بتاكل ريمه. يبقى ضرب بياضه حلوه والله. هي فضل ينادي عليا عشان نصوروها مفيش نصيب بقى نصوروها وهي بتطلع بياضه بسم الله ما شاء الله حلوه خالص. بياض سارح برضه يا جماعه. اللهم صل على اخضر. دي بالريمه يا جماعه اهي. مش على طول البياض ده بيبقى بظروفها. دي بياضه بالريمه خدها علي وانا بنشرب شاي دلوقتي مع الحاج مصطفى. ربنا بيرزق يعني الواحد بيجمع عشان. نشوف خاطر العيال دول. ايوه رزق العيال دي طبعا. على سمكتين على كده مش عارف ايه. تبص تلاقي نفسك مجمع عشان برضه. ربنا ما بينساش حد. يلا ده قلنا نهاركم زي العسل. جد عبده مش من لو. يلا يلا. صلاة النبي. صلاة النبي. رضيب يا عم رضا ايه؟ لا تقول لي توشكا بقى ولا ايه؟ ولا كفر الشيخ. بسهل لك يا عم اسماعيل. بسهل لك. قلت لك لو سمكة واحدة في المصرف هتاخد في الرمية دي. حلو والله. ده بلع. بلع السنارة في حنكها. بص عود الريمة في حنكها. بلعان. اطلع يا ولد. اطلع يا سبع.
بسهل له بتاع الشر. عملية التطهير يا جماعة، أولا احنا بنشكر الدولة لأن التطهير في الوقت ده من السنة ما بيبقاش عملية تفريغ للسمك، ولذلك لو التطهير في وقت الصيف لو حضرتك مشيت ورا الكراكات تلاقي مكان الكراكات تطلعها كده، تلاقي زريعة كتير مرمية على البر كده. انما علشان خاطر الناس بتتفاعل برضه وبتحاول تحافظ على الثروة السمكية، غيروا ميعاد تطهير الميه عندنا هنا، بدل ما كانت بتطهر في الصيف دلوقتي بتطهر في الوقت ده، وده اصح وقت للتطهير. ده مصرف عيسى يا جماعه، وفي مرحله تطهير زي ما حضراتكم شايفين في 3 كراكات، واحده ورانا وواحده في الوسط اهي، وفي واحده في البر الثاني سابقه. احنا بنشكرهم على عمليه التطهير في الوقت ده، ويا ريت كل الناس اللي سمعاني من وزاره الزراعه يبقى التطهير في الوقت ده من السنه علشان خاطر الثروه السمكيه والحفاظ على الثروه السمكيه. يلا دي عم رضا. مش كل الاوقات يا جماعه فيها سمك من الكبير. احنا دلوقتي في فتره الشتاء في ريمه، المايه مسليه، يعني لما حضرتك تاخد لك شويه سمك من دي تبص تلاقي نفسك برضو مجمع عشاك، سمكه مش بطاله وسمكه حلوه. نهاركم زي العسل. يا كريم يا رب. يا مسهل الحال يا رب، يا كريم يا رب. وبعدين سبتها لك ليه؟ شفط التربيز. الله ينور صباح العسل. صيد السمك بالريمه. صيد السمك بالريمه يعني في ناس بيقول لك صيد الكاست صيد رياضي، صيد مش اكتر صيد رياضي صيد الريمه دي، لان حضرتك ما بتقعدش في مكان واحد، بترمي رميتين في مكان وبعدين بتغير ترمي رميتين في مكان، وخاصه لما تبقى المايه لسه باديه تاكل. فاحنا النهارده يا جماعه صيدنا السمك بالريمه من مصرف عيسى زي ما حضراتكم شفتوا، واتنقلنا عليه. الميه باديه يا جماعه في البشاير وبتاكل مسليه مش وحشه. وفي اخر الفيديو انا بشكركم على المتابعه، واستنونا في الفيديو الجاي. يا ريت تعملوا لايك للفيديو يا جماعه، ومع 1000 مليون سلام. مع السلامه.